انا اسمي محمد عادل. صديق السوء لا كان عندي صديق سوء. اصدقاء السوء عندي ما كانوش بيعمروا. مثلا صديق سوء يعني بيبقى عايز يجرك الرذيله، فاهم؟ فانا كنت بقى ايه، يجي يقول لي تمسك سيجاره، فانا اقول له يا ابني انت عبيط. كنا ساعتها في اعدادي تقريبا. اقول له يا ابني انت عبيط، احنا اطفال يا ابني، السجاير اللي نشربها انت مجنون. فهو يعني كان يتقفل بقى، كان هو يشرب لوحده بقى ولا يمشي معاه، هو كان بيمشي ويسيب. مثلا الواد عايز يعاكس مراهق، اقول له يا ابني انت عبيط يا ابني، احنا اطفال يا ابني، هتبص لك ليه دي اساسا؟ قال افرض البت عجبتها لو عكس، انت عبيط، ما حدش شايفك يا ابني، انت لا شيء. والله بجد انت عندك شنب اعدادي يا ابني. ما تفهمش، هو برضو ايه كان يحب يعاكس، وانا برضو ايه كنت امشي واسيب. المهم بقى كبرنا، ايه يعني بقينا كبار دلوقتي زي دلوقتي، اي شيء تمسك سيجاره، فانا برضو لسه زي ما انا اقول له يا ابني انت عبيط يا ابني. الكلام ده يعملوه الاطفال المراهقين، احنا كبار دلوقتي، سجاير نشربها يعني مفيش دافع نشربها، يعني عايزين مش عايزين مفيش دافع. يجي يقول لك طب يلا انا عاكس، يا ابني انت عبيط، هتستفاد ايه؟ الكلام ده تعمله المراهقين، يعني انت مش هتشقطها لو عكستها، في افرض عجبتها حتى ولا ضحكت، مش هتفرق معاك. عرفت بقى ان كان في امثله بقى في المعاكسه، يعني في قواعد وفي امثله وفي ناس يعني ماسكه الحاجات دي. كان يقول لك ايه، عاكس الوحشه خد ثواب فيها او حاجه كده. ايوه عاكس الوحشه وراضيها وتكسب ثواب فيها، حاجه كده يا ابن اللعيبه. انت صديق سوء ولا ايه؟ لا ايوه هي دي، عكس الوحشه والراضيه تكسب ثواب فيها. وكان فعلا بيعكسوا، مثلا كان يقول لك مثلا العفشه هي اللي جامده اللي في النص، يقولوا كده بصوت عالي والبنت تضحك. انا كنت مستغرب. بس يا سيدي بقى ما بقاش بقى عندي اصدقاء سوء خالص، ولا صديق عادي. وعادي يعني ما الوحده مش وحشه قوي يعني انا مبسوط. طب مش قادر اكمل.